السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا الأخبار 24. السار يصيب الرئيس الجزائر ويصرح مغربية أمنية. من الجديد الخارج، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريح إعلامي الجديد يهاجم فيه المملكة المغربية بشكل مباشر وتصريح، حيث أدعو أن أوروبا تتخيل المغرب عن طريق الخطأ بأنه بطاقات بريدية جميلة، بينما تتوصل أن الجزائر تشبه لأوروبا الشمالية، فيما نحن دولة مفتاح. وأراد عبد المجيد تبون في مقابلة إعلامية له مع الصحيفة ديت شابيل ألمانيا وسع انتشار أنه نسبة أمنية مرتفعة بالمغرب، لأنه تقارب 45%، بينما تبالغ 9% فقط. وبالجزائر وزاد المغرب يريد تقسيم الجزائر، ما دفعنا إلى قطع علاقات دبلوماسية. وتعليق على هذا خارج الإعلامية، قال عبد الفتاح فتيحي بحيث القانون في قضايا الصحراء المغربية إنما عبر عنه الرئيس الجزائري السابق ألمانيا اكتشاف عن احتباط دبلوماسية الذي يستعير لنظم الجرات بالجزائر. والأوضاع فتيحي في التصريح الجريدي إلكتروني أن تقييم أداء أعمال الدبلوماسية الجزائرية جاء في عهد عبد المجيد تبون سلبية، لأنه انتخابات ردود فعل دولية وغير مؤبدة، ما سيزيد حتى ما من عزلات الجزائر داخل المجتمع الدولي التابع، في حين قيم الملك محمد السادس في الخطة المسيرة الخضراء. أخيرا، الأداء الدبلوماسية للمغرب إجابات، بيقولوا لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة بعون الله وتوفيقه مطورة لهذه مملوسة في الدفاع عن صحرائنا. محال السياسي، يفقد عبد المجيد تبون على النتائج السلبية مخيبة أمل عقب تنفيذ مخطط استعداد المغرب عبر الحرب الدبلوماسية، قطع علاقات دبلوماسية وحرب اقتصادي، غلق أجواء والوقوف العمل بأنواب غاز المغربي. والحق أن الواقع النقوص السياسي والدبلوماسي الجزائري في مواجهة نظير المغربية إنتاج ردود فعل الجزيرة انفعالية، ما يجعل البلاد شريكة غير متوافقة به، ولا سيما حين تعهدت إنزالات دولية. يوضح الفاتحي. وختم البحث ذات التصريح بيقول: إذا يظهر نظم الجنة موافقات الاستفزازية وعدائلها حين المملكة المغربية، فإن في مقابل يحس بعد التأييد الشعبي والدولي لهذا الموقف، وهو ما يجعل عبد المجيد تبون يبدي خطيبته في الإعلام الدولي أمل في إعادة تبييض صورة الجزائر قائمة بسبب انتهاء حقوق الإنسان ضد شعبها، بسبب استعداد جارها، وبسبب قيام بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. والسلام عليكم.